دلوقتي انا هاخدكم بشكل مبسط كده على الانترفيس بتاع انشوت والاديتنج كله على الموبايل. اول حاجه لما هندخل هنلاقي 3 اوبشن: فيديو وفوتو وكولاج. نختار فيديو، هعمل نيو وهدخل الجاليري بتاعي وادور على الفيديو اللي انا عايزه اعمل له اديتنج. ده كله 30 ثانيه، فاحنا عايزين مثلا 15 ثانيه. هدوس الفيديو وهاجي عند السبليت دي. السبليت هيبتدي يقطع لي الفيديو، فانا اقدر لو مش عايزها تبتدي من هنا، عايزها تبتدي من حته تانية، واشوف النقله ما بين الفيديو والتاني شكلها عامل ازاي، ونقف لو عايزين نعمل سبليت ما بين الفيديو واللي بعد. الكانفاس ده عباره عن ايه؟ المساحه اللي احنا عايزين نشتغل عليها. احنا لو بنشتغل ريل فلازم تبقى 9 ل 16. لما هنحط 9 ل 16 هيعمل لنا الفريم بتاعنا الاساسي على قد الريل، فهنختار الريل اوبشن. هنبتدي نمسك الفيديو ونعمل زوم ان عليه على قد ما نقدر، بحيث ان هو يبقى جوه الكادر الرئيسي بتاع الفيديو. ان احنا هنظبط الريشيو او الزوم بتاع الفيديو. ندخل على باك جراوند، عندنا اوبشنز مختلفه. احنا بنختار لو اصلا عايزين الباك جراوند لون اسود ابيض، تلاقوا برضو الالوان دي موجوده في الكولر. دلوقتي ده الفريم بتاع الريل بتاعي. هريكورد، هيعمل لي عد 3 2 1. احنا النهارده دلوقتي بنتكلم عن توتوريال جوه انشوت ازاي نعمل اديتنج، فهيبقى ده الاوديو. هيحطه على تراك تاني ان الاوديو ده بقى موجود مع الفيديو، ونقدر نحركه ونعمل له تريمينج لو عايزين.